مش عارفة تعملي ايه؟ اتفرج على الفيديو ده. هنعمل النهارده مسقعة وبطاطس مهروسة. هندخل على الوصفة على طول، ما اطولش عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنجيب البطاطس. طبعا البطاطس حسب الكمية اللي انت هتعمليها. جبت البطاطس ونشفتها كويس عشان ما تاخدش زيت كتير، وبعدين حطيت الزيت في الطاسة وهنزل عليه البطاطس قبل ما الزيت يسخن. والطريقة دي ما بتخليها تشرب زيت كتير، وهسيبها على النار. هعمل بقى الصلصة بتاعت المسقعة. هجيب طاسة وهنزل فيها بالزيت وفصين توم وهقلب كويس. وبعدين هنزل بمعلقة صلصة وهقلب كويس. وبعدين هقطع طماطم وبصل واقلب كويس. هشوف البطاطس وابتدي ان انا اطلعها. هروح بقى للصلصة وابتدي ان انا اضيف التوابل، وكل التوابل هكتبها لكم قدامكم على الشاشة. وهقلب كويس. بعد ما طلعنا البطاطس في نفس الطاسة هبتدي ان انا اضيف بتنجان قطعته. وبعد ما يحمر معانا هبتدي ان انا اطلعه في نفس الطاسة. هحط فلفل وهقلب كويس وبعدين هطلعه. وبعدين هبتدي احط كل اناف الصلصة واقلبهم كويس جدا. وبعدين هطفي عليها. وبعدين هبتدي ان انا اعمل البطاطس واقطعها واضيفها للميه واسيبها تستوي، واحط لها ملح. ولما تستوي هنشوفها بالمعلقه ونطفي عليها وهنصفيها وهنهرسها كويس. وبعدين هنعمل التوم للبطاطس. هجيب معلقه سمنه واسيحها كويس، وبعدين هضيف ليها التوم والتوابل وهكتبها لكم قدامكم على الشاشه. وهقلبها كويس، واول ما تبتدي تحمر هضيفها للبطاطس. وبعدين هقلب كويس. وبس كده كده جاهزه معاكم، وقدموها بألف هنا.